اصدقائي عاملين ايه؟ جايب لك النهارده اهم فيديو ممكن تشوفه على اليوتيوب او على الشانل بتاعتي، لان باختصار انا في الفيديو ده هقول لك ازاي تسافر بره مصر حتى لو معكش جنيه. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لي فولو ولايك وسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال ما تنساش تبعته لي على الانستجرام اللي هسيبه لك تحت في الديسكربشن. النهارده جايب لك 5 اوبشنات تقدر تستخدمهم من اول اغلى حاجه لغايه لو انت معكش فلوس خالص. وهنبدا باول بلد معانا النهارده وهي المانيا. المانيا بما انها اقوى بلد في العالم وتعتبر من اقوى البلاد في التعليم، فاغلب الناس بتسعى انها تدرس في المانيا، والمانيا بتقدم اوبشنات كويسه جدا للطلاب، وهي ان الدراسه شبه مجانيه والمواصلات شبه مجانيه للطلاب، ولكن في شويه متطلبات بتطلبها المانيا علشان تقدر تدرس فيها. واول واهم حاجتين بتطلبهم المانيا او اي بلد عشان تدرس فيها في العالم هي الباسبور بتاعك وشهاده الثانويه العامه. وتالت حاجه بتطلبها المانيا هي شهاده لغه B2 او C1 على حسب التخصص اللي انت عايز تدرسه من جوتا او تلك او UST. وبرضه في المانيا في امكانيه انك تدرس بالانجليزي، ولكن لازم يكون معاك برضه شهاده لغه من تويفل او ايلتس. ورابع حاجه بتطلبها المانيا هي السنه التحضيريه، ولكن تقدر تتجنب السنه التحضيريه بانك تاخد سنه جامعه في بلدك، ولكن السنه الجامعه دي لازم تكون في نفس التخصص اللي انت عايز تدرسه في المانيا. بمعنى مثلا لو انت عايز تدرس هندسه في المانيا لازم تخلص سنه اولى هندسه في مصر، وبعدها تقدر تيجي تدرس هنا في المانيا بدون سنه تحضيريه. طبعا انا ارجح لك الاوبشن ده انك تاخد سنه جامعه في بلدك، لان السنه التحضيريه هنا غاليه وصعبه ومش هتعرف تشتغل فيها. وخامس حاجه بتطلبها المانيا هي الحساب البنكي المغلق، ودي من اكبر العقبات اللي بيقابلوها الطلاب اللي عايزين يدرسوا في المانيا، لان المانيا بتطلب منك حساب بنكي مغلق بقيمه 11500 يورو تقريبا، والحساب البنكي المغلق لازم يتجدد كل سنه بقيمه 11500 يورو برضه، الا لو انت لقيت شغل وبدات تشتغل. وطبعا تقدر تتجنب الحساب البنكي المغلق بان يكون ليك ضامن عايش في المانيا او في الاتحاد الاوروبي يعمل ورقه اسمها ضامن مالي، وهنا بيتعهد الضامن انه يدفع لك كل مستلزماتك من الدراسه واكل وشرب وسكن قصاد الحكومه. واخر حاجتين هما السي في والموتيفيشن ليتر. ولو انت ما بتعرفش تعمل سي في هسيب لك الفيديو بتاعي هنا، ادخل شوفه هتعرف ازاي تعمل سي في احترافي جدا. وبكده نكون خلصنا متطلبات المانيا، وندخل على البلد الثانيه وهي فرنسا. فرنسا فيها جامعات من اقوى الجامعات المعتمده برضه في العالم، والدراسه فيها شبه مجانيه، بتتراوح في السنه ما بين 600 ل 1000 يورو تقريبا. ومن المتطلبات اللي بتطلبها فرنسا هي باسبور، شهاده ثانويه عامه، وشهاده لغه B2 من TCF. ورابع حاجه بتطلبها فرنسا وهي السنه التحضيريه. وخامس حاجه هي حساب بنكي مغلق بقيمه 7500 يورو. وطبعا برضه تقدر تتجنب الحساب البنكي لو انت عندك ضامن مالي. وطبعا ما تنساش السي في والموتيفيشن ليتر. وخامس حاجه محتاجها في فرنسا هي القبول الجامعي طبعا، وفي جامعات كتيره حكوميه تقدر تجيب منها قبول، هسيبها لك تحت في الديسكربشن. واخر حاجه هي الحساب البنكي المغلق بقيمه 7500 يورو سنويا. وطبعا زي ما قلت لك تقدر تتجنب الحساب البنكي لو انت عندك ضامن مالي في اوروبا. وندخل على البلد الثالثه النهارده وهي اسبانيا. من ضمن المتطلبات اللي بتطلبها اسبانيا هي طبعا اهم حاجتين هو الباسبور بتاعك وشهاده الثانويه العامه، وثالث حاجه هي شهاده لغه B2 C1 من اختبار TELE. رابع حاجه هي السنه التحضيريه، وخامس حاجه القبول الجامعي، سادس حاجه هو كشف حساب بنكي مغلق بقيمه 6500 يورو سنويا. وندخل على البلد اللي قبل الاخيره النهارده وهي البلد الرابعه وهي الارجنتين. من المتطلبات اول حاجتين زي ما قلت لك قبل كده الباسبور وشهاده الثانويه العامه، ثالث حاجه هي شهاده اللغه، وهنا الارجنتين بتتكلم اللغه الاسبانيه، فانت تحتاج هنا شهاده لغه B2 اللغه الاسبانيه من CELU. ورابع حاجه هي السنه التحضيريه، وخامس حاجه هو القبول الجامعي، وسادس حاجه هو كشف حساب بنكي مغلق بقيمه 4000 دولار سنويا. واخر حاجه بقى معانا معلم في القائمه النهارده هي المنح الدراسيه. في دول تقدر تسافرها بقى معلم من غير ما تدفع ولا جنيه بمجرد انك تاخد منحه دراسيه، وفي منح دراسيه مش بتطلب منك اي حاجه غير انك بتيجي شنطه هدومك بس. ومن ضمن المنح دي منحه روسيا، منحه تركيا، منحه بروناي، ومنحه رومانيا. وطبعا انا هعمل لكم فيديوهات ازاي تتقبل وازاي تقدم في المنح دي بالتفصيل. بس يا معلم وكده نبقى خلصنا الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبك ويكون فادك. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تحط لي رايك في الكومنتات، ورايك لو انت عايز اي فيديو تاني، او لو عندك اي سؤال ما تنساش تسيبه لي على الانستجرام. واشوفكم الفيديو الجاي. ودي من اكتر العقبات اللي بتقابل الطلاب اللي عايزين يشتغلوا. عايزين يشتغلوا دي. خامس حاجه وتعتبر من اصعب الحاجات اللي بتقابل الطلاب اللي عايزين يدرسوا في المانيا هي الحساب
الحساب البنكي، ما صح. واول حاجه بتطلبها المانيا هو الباسبور، وتاني حاجه استنى. وبالنسبه لالمانيا برضو تقدر تدرس بالانجليزي، وبالنسبه لالمانيا برضو تقدر تدرس انا ليه لساني بيعوج كده. ولكن هتحتاج برضو شهاده لغه من اسمهم ايه بتوع الانجليزي كده، لان السنه التحضيريه هنا صعبه وغاليه، وفي نفس الوقت مش هتقدر تدرس فيها.